لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ومن الفوائد العقدية إثبات أنه صلى الله عليه وسلم أيضا لا يعلم الغيب، ولذلك بقي مترددا في أمر عائشة أفعلت ما فعلت أم أنها لم تفعل، حتى إنه في آخر قصتها جلس وحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا عائشة إن كنت قد ألممت بذنب فتوبي إلى الله عز وجل واستغفري فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له وإن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل. أفيقول مثل هذا الكلام إنسان يعلم الغيب؟ الجواب لا. فهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وفيه رد على من يدعي فيه صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الغيب وأنه مخلوق من نور الله عز وجل وأنه يعلم ما كان وما يكون وأنه يعلم أهل الجنة والنار. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. شوف الله يرسل جبريل ويقول للنبي جبريل قل للنبي عليه السلام قل له كلمة قل. ايش يقول؟ قل للناس من أنت ومن أنا، قل للناس مع رفعة درجتك وأنك أحب خلقي إلي، قل لهم قدراتك. في سورة الأعراف قل لا أملك لنفسي. في أحد أغلى عن النبي عليه السلام من نفسه؟ ما في. شوف الآن يعلمك النبي عليه السلام هذا حقيقتي. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب، مثل ما كان يقول راعي الشعر، يقول من علومك اللوح والقلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مو صحيح الكلام هذا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يقول لو أني أعلم الغيب وأعلم اللوح والقلم كان أعلم أن المشرك أخذ الحجر في أحد قبل لا يضربني أبعد، لأني أعلم الغيب ما دريت وأنا أعلم الغيب حتى شج رأسي بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. يقول أنا ما أعلم الغيب، فأنت حبيب الغالي تصدق من الكلام اللي يقال في الموالد ولا هذا الكلام؟ يقول الله عليه وسلم ما أعلم الغيب. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. سيد الخلق وحبيب الحق لا يعلم الغيب. قل لا أعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لا أملك لكم نفعا ولا ضرا. سيد الخلق وحبيب الحق، بل لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. بل قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. واضح؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما
إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني إذا قال الإنسان ذلك وهو أن النبي يحضر المجالس وأنه يعلم الغيب، يعني ما الفرق إذن بينه وبين الله؟ من هو الحي الذي لا يموت؟ إنه الله سبحانه. فإذا قلنا إن محمدا يحضر المجالس ويحضر مجالس الذكر ويعلم الغيب صار إلها مع الله والعياذ بالله، هذا لا يجوز أبدا. محمد بشر أرسله الله تبارك وتعالى يؤدي مهمة، وأدى هذه المهمة على أكمل وجه. أولا القرآن الكريم غير ملزم أن يذكر لك كل تفاصيل الأخبار التي تأتيك، وإنما هناك قرآن وهناك سنة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما مر على قبرين قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهم فكان يمشي بالنميمة والآخر فإنه كان يستهزئ منه، الحديث في الصحيحين. وهناك أحاديث كثيرة جدا عن نعيم القبر وعذاب القبر ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقدم لنا أن أهل السنة جميعا مجمعون على الاعتقاد والإيمان بعذاب القبر وفتنة المنكر ونكير والسؤال، وأنه يقعد وأنه يضرب كما تقدم كل ما جاء في الأحاديث، وأنه هذاك وتلتئم عليه القبر حتى تختلف أضلاعه، وأنه يضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه سوى الثقلين، وأن من نعمه الله نسأله أن نكون منهم يفسح له في قبره وينور له فيه ويفتح له في جنة. هذا أهل السنة مجمعون على الاعتقاد بهذا، لا يشك في ذلك أحد. لكن قال قائل كيف تزعمون ذلك وتقولون إن الميت يقعد ويسأل ويجيب ويضرب ويفعل به كذا وكذا، ونحن لا نرى شيئا من ذلك؟ إذا فتحنا القبر ما نرى شيئا من ذلك، وكما أرجعناه مضطجع، فكيف تزعمون هذا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى
ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها، وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها في 5 لا يعلمهن إلا الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستأتي على الناس سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال السفيه يتكلم في أمر العامة. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. قال العلماء هذه الآية أصل في ذم التقليد الأعمى والتبعية للغير بلا عقل ولا تفكير ولا حجة ولا برهان، فهؤلاء الناس ألغوا عقولهم واكتفوا بعقول ساداتهم وكبرائهم وقالوا لهم فكروا لنا، فنحن لا نحسن التفكير بل لا نستحق التفكير، فانتهى بهم الحال إلى النار وبئس المصير. فوطن نفسك أخي على الرشد والخير ولا تكن أمعة، وافحص الأفكار وآراء الرجال وأعرضها على الكتاب والسنة، وتمسك بالهدي النبوي فإنه عصمة،
ولا تكن تابعا مقلدا في كل شيء تقول، كما قال الأول: إذا قالت حذام فصدقوها، فإن القول ما قالت حذام، فإن حذام تخطئ وتصيب، فانظر فيما قالت حذام وغيرها، فإن قالت للصبح ليل فلا تقل الشمس تطلع في المساء. إن تعطيل الطاقة العقلية ضرر على الفرد والمجتمع، ويؤدي إلى إنتاج نسخ مكررة من البشر، وهذه هي الطامة الكبرى التي تعانيها من أمتنا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.